في البلد دي لو مظهرك أقل من 30 نقطة بيتعاقب فوراً لمجرد خروجك للشارع. الملك الوسيم منع الناس القبيحة من الظهور والتجميل، وأي حد يتقفش وهو بيغير شكله بيتعاقب فوراً. في الشوارع فرقة مراقبة الجمال قبضت على واحد ب3 نجوم في القبح، اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة واتصدرت ممتلكاته، والناس ما تعاطفوش معاه. بطل القصة كان في مقابلة شغل، وفترة التجربة اتحددت ب90 شهر بسبب شكله. بعده دخلت بنت جميلة ومعاملتها كانت مختلفة، تشتغل سنة تاخد 6 شهور إجازة وتقبض 40,000 دولار سنوياً. أول يوم شغل للبطل، المدير وبخه وبعد الشغل لازم يروح بيت المدير ينظف، ولو ما عملش كويس بيتعاقب. في الليل لقى بطاقة إعلان عن التجميل، راح للعنوان، وصل لحمام عام وما لقاش غير المرحاض، افتكر كلمة السر ووقع لتحت الأرض. هناك قابل دكتور دخله جوه آلة غريبة، ضغط على زر وحصل انفجار قوي، وظهرت بنت جميلة جدا بمستوى جمال 5 نجوم زي الملك الوسيم.